أنا فيروز عبود أما لكلارا. بيوم حلمت بالأخ استفان، هي بنتي، اكتشفت إنه عندها مشكلة بعينها بشباط 2010. أكيد تاني يوم أخذتها عند الحكيم من بعد ما كنت عم درسها وكانت عم تقرأ غلط. كانت عم بتشوف العين غين. قلت لها يا ماما ليه عم تقري غلط؟ قالت لي مام في نقطة بعيني بتجي وبتروح. أخذت لها موعد من الحكيم وأخذتها. بيقول لي الحكيم بس عم بيفحص لها عينها اللي كانت عم بتشوف نقطة فيها يلي هي عين اليمين. قال لي عندها ضعف نظر. لما نقل على عين الشمال غطالها اليمين. بتقول له عتم مني شايفة شي. هون أنا وبيان صدمنا إنه كيف بنتنا ما عم بتشوف. بيا بيوقف قدامها. قلت لها ماما هلا شو شايفة؟ قالت ماما مني شايفة شي عتم. فبقى هون رجعنا على البيت مصدومين. من بعد ما الحكيم طلب عدة فحوصات وصور رحنا عملناهم. كانت النتيجة انه الشبكة محروقة مطفية ما بينعمل شي. قالنا الحكيم بدكم تتعودوا على حالتها لأن الشبكة ما بينعمل لها شي. رجعنا على البيت وأكيد كنا عم نفتش نسأل على كذا حكيم نقول بركي يكون في أمل عند شي حكيم. لحد آخر شي توصلنا لبروفيسور قالنا ما تتعبوا ما في أمل، إنه بدكم تتعودوا على هالحالة. وهيدا يلي صار. بشهر أيار أواخر أيار بحلم بالأخ استفان بيعرفني على حاله. فوت وراه أنا على الدار، بمشي وراه بصير أحكي، بشم ريحة طيبة، بمرق على غرفة فيها رهبان عم بيشتغلوا مسابح. هون بيقول لي هو بتجوا تاخدوا سوفانير بتعظموا الأمور، أنا بدي أعطيكي خميرة. فتحت إيدي عطاني خميرة بس ما بعرف شو هي. كفيت لورا مشي لبرا لظهرنا لبرا بشوف مرز أخضر. كلارا بنتي أكيد كانت على هيدا المرز وفي مي جارية. قلت له يا عيني شو حلو هالخضار، بحياتي عيني منا شايفة، حتى ما قلت له عيني، قلت عيني منا شايفة هالخضار. طلع فيي ومشي ما عاد حكاني. هون فقت من الحلم. الصبح خبرته لجوزي، قلت له هيك صار معي. راح على شغله بيتصل فيه المهندس بنهار بيقول له معلم ربيع بدي اياك انت تنفذ الشغل الاخ استفان للركز الحجر. رجع على البيت عشية بيقول لي تحقق حلمك، انا اخذت شغل للاخ استفان. قلت له انا ما اكتمل حلمي لانه هو عطاني خميرة. وبلشت المسيرة من هون. اكيد متابعة صلاة بلشت تسعوية الأخ استفان ب 18 حزيران. بهيدا النهار وصل جوزي على البيت قال لي لفي لي ساندويش فالي المشغول. قلت له لوين؟ ما كان يخبرني لأن أكيد كان شي ممنوع يعلن عنه. كان عندي شك بالموضوع لحقته على الدار. وإذ هون هو بيتفاجأ فيي بيقول لي شو جيتي تعملي؟ ما تعملي لي مشكلة رجعي على البيت. أصريت إنه أنا مفل. قلت له لو شو ما صار أنا باقي هون. وهيدا اللي صار. وكان في قدرة إلهية أكيد رافقتني. وكان إلي الحظ إنه أقدر فوت على الدار. وبنفس الوقت قطعت بنص الدار هون شفت نفيرة مي بالساحة وشفت الخضار وفتت تباركت. وأنا وفوق ناطرة عم بصلي كان في راهب واقف معه كمشة مسابح. قلت له هول شو؟ قال لي هولا كل عدن عطيني مسبحة، إذا صار لي باركن بعطيكي وحدة. يعني أنا طلبت سوفينير
وباركهم ورجع عطاني المسبحة وقال لي صلي لي اتقدس مثله. قلت له انت اذكر بصلاتك بنتي. سألني شو بها؟ قلت له عينها مطفية. وبنفس الوقت اجاني الاتصال مثل ما قال ابونا، قلت لهم اهتموا فيها، سكرت خطي لان انا بدي كمل الصلاة. والحسن الحظ وقدرت الله انه لابونا ساعدني ورجعت تباركت ولمست جسمي الاخ اسطفان، وبشكره على هيدي النعمه اللي عطانا اياها. واكيد هون كلارا بتخبركم هي شو صار معها وقتها كانت بالبيت. ميرسي لكم. أنا بنفس الليلة اللي كانوا عم ينقلوا فيها الجسمين كنت قاعدة عند رفيقتي، يعني كان عمري 10 سنين بوقتها. بسمع صوت وحدا بيحكيني وبيقول لي اطلعي لبرا. فما في حدا كان بالأوضة، كنت وحدة. صرت اطلع إنه مين اللي عم يحكيني. عاد لي إياها 3 مرات وقال لي اطلعي لبرا. فرحت عند التيتا دغري عم خبرها شو عم بيصير معي. ماني قادرة أفسر لها شو إنه في شي عم بيصير جواتي، ما معي حرارة، ما بني شيء، بس أنا في شيء جواتي عم بيصير ما عم بقدر فسر لها شو عم حس. بنفس الوقت كانوا هون عم ينقلوا الجسمين، كانوا أهلي عم يطلبوا من الأخ اسطفان إنه شفي لنا بنتنا كلارا. هيدا اللي صار. تاني نهار الصبح بتجي الماما لعندي، تكون تيتا خبرتها شو صاير، فهي عم تغمض لي عيني تتقول لي انه كلارا عم بتشوفيني. قلت لها انا شايفتك، ما ضروري تغمضي لي عيني، خلص صرت عم شوف. هون عدنا كل شيء فحوصات من بعدها، بعد تطويب الاخ اسطفان عدنا كل شيء فحوصات، بينت انه شبكة العين بعدها مضروبة، بعدها كأنه مطفية، والنظر يعني كتير منيح وعم بقشع عادي. يعني الحكيم قال لي حدا عنده هيدا الكا ما بنعمل له ولا تيست، يعني بيكون أعمى. أنا يعني هيك بشفاعة الأخ اسطفان أنا هلأ هون عم شوفكم كلكم، يعني بس بصلي له وبطلب منه إنه عطولي ده الحد بحياتي. هو أصلاً عطول مرافقني، قدرت كفي علمي وبقشع وعشت حياتي طبيعي.